بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه وايه اخبار الدنيا عندكم؟ يا رب كل الناس تكون بخير وكل شيء تمام معاكم. النهارده يا جماعة هنتكلم عن مسلسل علي كلاي بتاع احمد العوضي في موسم رمضان 2026 اللي بيتم عرضه حاليا على التلفزيون. يا جماعة ازيكم يا جدعان؟ انا بتفرج على مقاطع للمسلسل، لسه ما بدأتش ان انا اتفرج عليه لان انا حاليا مش فاضي، وحاليا انا كل اللي انا بتابعه هو مسلسل الكينج زي ما قلت قبل كده. فلا بينا نتكلم عن المشاهد اللي انا شفتها في كلمتين كده على السريع، لعل وعسى ان احنا نتكلم. زي ما انتوا عارفين احنا هنا جايين نتكلم وخلاص، فلا بينا نتكلم وخلاص. وقبل ما نبدأ في الكلام يا ريت تشترك في القناة وتفعل الجرس، لايك وكومنت وشير، ويلا بينا نبدأ الحلقة. اولا الف مبروك لاحمد العوضي، اخويا وصاحبي وحبيبي وجاري. احمد العوضي يا جماعه ساكن عندي في نفس المنطقه اللي انا ساكن فيها، وانا مش هقول انا ساكن فين. وصاحبي يا جماعه احمد العوضي زميل دراسه، انا هو كنا بندرس في نفس المدرسه واحنا صغيرين. ومش هقول احنا كنا بندرس فين لان انا طبعا انا بهزر وبهزر وبهزر. ما علينا، احمد العوضي السنه دي عامل شغل جامد جدا 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 في مسلسل علي كلاي، وانا كنت متحمس جدا لهذا المسلسل لاسباب كتير جدا. اول سبب ان انا بحب لعبه الكيك بوكس، انا بحب لعبه الكيك بوكس جدا، ونفسي في يوم من الايام ان انا اعالج رجلي واظبط جسمي وابدا العب اللعبه دي. لكن مفيش حاجه بعيده، مفيش اي حاجه بعيده، ان شاء الله تعالى في المستقبل ان احنا نلعبها باذن الله تعالى. لكن ما علينا، عشان ما نتشتتش هنتكلم عن مسلسل علي كلاي، وهنتكلم عن الحاجات اللي شدتني ان انا اشوف المسلسل ما بعد موسم رمضان ان شاء الله تعالى. لان أنا زي ما قلت لكم محمد عادل امام دافع لي فلوس عشان اتفرج على المسلسل بتاعه. محمد عادل امام دافع لي مليون جنيه مصري عشان اتفرج على المسلسل بتاعه واعمل عنه حلقات. بما ان انا يوتيوبر مشهور عندي 1170 مشترك على اليوتيوب، وتيك توكر مشهور عندي حوالي 775 متابع على تيك توك، وانستجرامر مشهور قوي 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 بقى. يعني انا على الانستجرام انا مشهور شهرة غير طبيعية، مشهور على الانستجرام شهرة غير طبيعية. عندي 15 متابع على الانستجرام. عشان كده محمد عادل امام تواصل معايا وقال لي خد مليون جنيه واتكلم عليا اعمل عني حلقه. طبعا انا عملت حلقه واحده بس مدتها 4 دقائق، وقعدت بعد كده احلبها، قعدت احلب الحلقه، انزلها صوت بس، انزلها صوت وصور مع بعض. وان شاء الله تعالى الفتره الجايه تمام قبل ما المليون جنيه يخلصوا، لان طبعا المليون جنيه دلوقتي ما عادوش بيعملوا اي حاجه خالص. يعني يا دوبك المليون جنيه دول اللي هو واحد ارنب تمام جبت بيهم سحور، فاهم؟ حتى ما عرفتش ان انا اجيب بيهم فطار، فجبت بيهم سحور. يا ريت يا جماعه الفنانين اللي بيدفعوا فلوس لليوتيوبرز اللي هم زي حالاتي والبلوجرز وصناع المحتوى عشان يتكلموا عن الشغل بتاعهم يسيبوا ايديهم شويه، يعني يدفعوا فلوس حلوه. اصل انت بتتكلم في مبالغ غريبه، يعني بتتكلم في مبالغ غريبه شويه، يعني بتتكلم في مليون جنيه. نعمل ايه بمليون جنيه؟ انت عارف طبق الفول بكام دلوقتي؟ مع ان انا ما باكلش فول. يعني انت عارف طبق البطاطس ولا طبق البيض بقى بكام دلوقتي؟ يا عم ارحمونا بقى، ادفعوا فلوس حلوه عشان نعرف نتكلم كلام حلو عنكم. يعني طبعا انا بهزر يا جماعه، انا بهزر، اقسم بالله العلي العظيم بهزر. محمد عادل امام ما دفعليش جنيه عشان اتكلم عن مسلسل الكينج، واحمد العوضي ما دفعليش جنيه عشان اتكلم عن مسلسل علي كلاي. عشان في ناس بتفهم الهزار ان هو بجد، بس الهزار ده بجد، لكن مفيش هزار بجد ولا في جد هزار. احنا هنا جايين نتكلم وخلاص. هنتكلم النهارده عن مسلسل علي كلاي بتاع احمد العوضي. احمد العوضي اللي انا قلت قبل كده عليه ان هو ممثل فاشل عشان دوره في فيلم الاسكندراني، وناس كتير قوي 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 زعلت مني، وناس كتير جدا 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 اتضايقت مني. فانا بعتذر لكل الناس اللي زعلت مني، وبتاسف لكل الناس اللي اتضايقت مني، وبقول لهم طز فيكو واحد 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 وبره عني نفر نفر نفر. ولا فارقه معايا زعلكم ولا فارقه معايا مضايقتكم، انا بتكلم وخلاص. يعني انا معلش كلامي ده مش هيخلي احمد العوضي نجم، وكلامي ده مش هيخلي احمد العوضي مش نجم. ففي كل الحالات احمد العوضي نجم وناجح ومشهور وجامد وغني ومعاه فلوس وجدع واصيل وابن ناس، وانا مجرد واحد يوتيوبر تيك توكر انستجرامر فيسبوكر صانع محتوى رقمي، او مجرد بني ادم عادي طبيعي انسان زي زيك كائن حي بعيش وبتعايش. وانا هنا جاي اتكلم وخلاص. انا مش عارف انت مكبر الموضوع ليه.